يا صباح الفل عليكم جميعا يا رب، او مساء الفل برضه على حسب انت بتشوف الفيديو بتاعي امتى. النهارده يا جماعه عايز اتكلم في حاجه، يا ريت برضه الناس تنتبه ليها كويس قوي. مش عارف الناس عارفاها ولا لا، ودي نصيحتي لاغلب الناس. عشان كده انا بقول للناس اللي بالذات عندهم اطفال تحت 14 سنه قدموا يا جماعه على فيزا امريكا. ليه؟ انت لو عندك طفل اقل من 14 سنه، لو ابوه او امه معاه الفيزا الامريكيه، مش شرط الجنسيه على فكره ولا اقامه، فيزا سياحه عاديه بي 1 بي 2. لو انت معاك الفيزا، انت ابنك بياخدها تلقائي من غير مقابله، من غير اي حاجه خالص، اونلاين. بيقدر ان هو ياخد الفيزا بتاعته لمده 5 سنين. عشان كده يا جماعه انا بنصح دايما الناس ان هي تقدم على فيزا امريكا. حتى لو انت مش هتستخدمها خليها معاك، يا عالم الزمن فيه ايه، يا عالم بكره مخبي ايه. زي ما انتم شايفين الاوضاع عندنا، يعني يا رب سلم كل الوطن العربي يا رب، ويبعد عننا اي حاجه وحشه ويبعد عننا المشاكل. بس انتوا شايفين الدنيا عامله ازاي، فانت حتى لو انت مش عايز تستخدمها خليها لولادك. يعني هو كده كده بتبقى معاه لمده 5 سنين، فتبقى انت كده على قد ما تقدر عملت لابنك حاجه او عملت لبنتك حاجه، يقدر مثلا بعديها لا قدر الله حصل في الامور امور، يقدر ان هو يجي هنا امريكا، يقدر بعد كده هنا يجي يعدل وضعه، انت تقدر تيجي تعدل وضعك. عشان كده انا بقول للناس دايما فيزا امريكا من الفيز المهمه جدا، وبتقوي الباسبور بتاعك جدا. تقدر ان انت، وده هبقى اتكلم عليه في حلقه معينه، تقدر ان انت تخش بالفيزا بس مش بالجرين كارد او ان انت معاك الباسبور. تقدر بفيزا امريكا بس تخش 18 دولة منهم دول مهمة جدا سواء في اوروبا او في الوطن العربي بتاعنا. فيزا امريكا بتقوي اي باسبور. قدم. على فكرة ما تسمعش برضو، ده انا هفضل دايما انوه فيه في كل فيديو انا بتكلم عليه. ما تسمعش ابدا للناس اللي بتحبط، ما تسمعش يقولك فيزا امريكا مستحيلة، فيزا امريكا مش عارف ايه، فيزا امريكا. لا، مفيش حاجة اسمها كده. قدم، خد الريسك، مفيش مشكلة، ستف ورقك كويس. ما تخافش من القنصل. وهاجي برضو اتكلم دلوقتي في موضوع المقابلة للمرة الثالثة. يا جماعة ده انسان، لان انا اغلبية الناس بتكلمني تقول لي القنصل وبيقعد يسأل اسئلة وعنده علم نفس وعنده ما فيش اي حاجة من الكلام ده. والله يا جماعة يعني عن تجارب، يعني انا شفتها وعن تجارب شخصية، ما فيش الكلام ده كله. هو الراجل كل اللي هو عايزه ان انت تثبت له ان انت راجع. انا عندي اسباب قوية بسببها انا لازم ارجع مصر. تثبت له ده بقى مثلا باوراق، تثبت له. وبرضو انا هقول لك على حاجة، هو ما بيبصش على اي ورق. هو اهم حاجة ان انت تستف ورقك، بمعنى ان انت الدي اس اللي انت بتملاها او الاستمارة الالكترونية اللي انت بتملاها وبتسلمها اونلاين للسفارة تكون منطقية، انت مصدقها عشان الراجل يقدر يصدقها. يوم المقابلة اصحى انت بدري عامة عشان تبقى انت رايق. البس هدوم كويسة، مش لازم فورمال، مش لازم تلبس بدلة، مش لازم تلبس، لا عادي، بس تبقى انت راجل يعني شكلك كويس ان انا فعلا انا راجل رايح اتفسح يعني. فخليك ما تخشش على الراجل بلبس وتقول احمد مثلا قال لك لا لا، يعني البس، خليك كده ايه، شياكة في نفسك يعني. وخد الموضوع عادي، اقف قدامه، اتكلم بالعربي يا جماعة، مش شرط انجليزي. وانا دي نصيحتي، اتكلم معاه باللغة العربية، علشان خاطر انت لو اتكلمت بانجليزي دي لغته، فهو هيقدر بقى يكتر اسئلة وهيقدر يخش معاك في حوارات وافلام. انت من حقك ان انت تتكلم باللغة العربية، ده حقك اللي السفارة الامريكية في مصر مديهولك. وهو بيعرف يتكلم عربي وبيعرف يتكلم انجليزي. فوالنبي بالله يعني انت ما بتعرفش تتكلم انجليزي ما تفتيش. خش المقابلة قول له انا عايز اتكلم، عايز اعمل المقابلة بتاعتي باللغة العربية. هيقعد يتكلم معاك وهتبقى اسئلته مختصرة. وانا برضو هقولها تاني، ادي اجابة نموذجية كاملة، ما تقتصرش. لان انا بشوف فيديوهات كتير يقول لك الرد خليه على قد السؤال. لا، مفيش حاجة اسمها الكلام ده. هو بيقعد معاك دقيقة او دقيقتين، هو لازم يفهم عنك كل حاجة
في الدقيقه والدقيقتين، وده انا شرحته قبل كده مش عايز اعيده تاني. فانا الفيديو اللي انا عامله النهارده للناس اللي هي عندها اطفال، نصيحه يا جماعه قدموا في السفاره، علشان حتى لو انت مش عايز تستخدمها خليها لابنك. طالما هو اقل من 14 سنه فهو هياخد الفيزا تلقائي، طالما الاب او الام معاهم الفيزا الامريكيه من غير مقابله، من غير اي حاجه خالص. هتقدمها له من على النت والفيزا هتجيله لغايه البيت. فانت كل ما عليك ان انت حتى لو مش علشانك، عشان خاطر ولادك، انت مش عارف بكره في ايه، مش عارف السنه دي فيها ايه، السنه الجايه مخبيه ايه، فيبقى انت عامل حاجه للمستقبل سواء ليك او لولادك. تقدر مثلا لا قدر الله حصل حاجه، ربنا يبعد عننا الشر، تقدر تاني يوم تحجز طيارتك وتخش هنا امريكا، تعرف تعدل وضعك، تعرف تعمل اللي تعمله، تعرف تيجي لابنك تجيب ولادك هنا، تعرف تدخلهم مدارس، تعرف يبقى انت عندك بلان بي في حياتك. امورك مستقره في مصر، خلاص مش مشكله، هي فيزا موجوده وبتقدر تدخلك 18 دولة. وانا زي ما قلت لكم انا ده هتكلم يعني هعمل فيديو مخصص بالفيزا الامريكية. انت تقدر تخش دول ايه من غير ما تستخرج فيزا، وفي دول بتاخد بس فيزا عند الوصول. كل ده لو معاك فيزا امريكا او انجلترا، او بس انا عشان انا في امريكا، فانا دلوقتي في امريكا فانا هتكلم عن امريكا. 18 دولة تقدر تدخلهم انت وكل من هو معاه فيزا امريكا، انت وولادك طبعا بالتبعيه والكلام ده كله. 18 دوله. فمش عايز اطول عليكم، انا بس عامل الفيديو ده عشان خاطر ان قدموا يا جماعه فيزا امريكا. الموضوع والله العظيم مش صعب، ولو هو صعب ومستحيل ما كانش هيبقى فيه ملايين الملايين من المصريين، مش هقول العرب عشان انا مصري، انا هتكلم عن مصر، ملايين المصريين هنا في امريكا. لو هو الموضوع صعب ما كانش الملايين دي كلها جت هنا. وعلى فكره الملايين دي كلها جايه بفيز، يعني سيبك طبعا من التهريب والكلام ده كله، وده برضو انا هعمل عنه حلقه. وانا مش برجح للناس ان هي تيجي بقى عن طريق حدود المكسيك والكلام ده، انا ضد التهريب تماما، وانا ضد فكره ان انت تخش اي دوله باسلوب غير قانوني. عشان انت لو جيت هنا مثلا حصلت معاك مشكلة، حصل معاك اي حاجة، يعرف ان انت لا انا راجل هنا قاعد مقيم، انا معايا فيزا، سواء بقى انا معايا جرين كارد، انا معايا فيزا سياحة whatever، بس انا معايا حاجة هنا انا قاعد بيها قانوني، اعرف اخد حقي. تعرف تشتغل براحتك، تعرف تاخد فلوسك براحتك من غير ما حد ينصب عليك، ما انت طبعا بقى ما معكش ورق ولا حاجة يعني. فعشان كده انا دايما ضد موضوع التهريب ده تماما في اي دولة، مش شرط امريكا بس. خش قانوني عشان تعرف تاخد حقوقك. اخر حاجة هقولها للمرة المليون، امريكا مش عفريت، القنصل مش شخص معاه مفتاح الجنة او معاه مفتاح النار، هو شخص، وفي الاول وفي الاخر انت بتسعى وسيب الباقي على ربنا. وعلشان خاطر انت لو عندك اطفال اقل من 14 سنة بياخدوا فيزا امريكا يا جماعة، طالما الاب او الام معاهم الفيزا فبيقدروا يدوها لأطفالهم اللي هم أقل من 14 سنة. اعمل لنفسك حاجة، اعمل لولادك حاجة. لو ابنك مثلا عنده 13 سنة، كمان 5 سنين يقدر هو يستخدم الفيزا، يقدر مثلا حصل في الأمور أمور انت مضطر ان انت تسافر، فانت كل ما عليك ان انت هتقوم جاي حاجز تيكت طيرانك كده وانت قاعد في البيت، وهتاخد أولادك وتتوكل على الله. فالنصيحة دي خدوها من أخوكم الصغير، قدموا، توكلوا على الله، وفي الاول وفي الاخر كل شيء نصيب. السلام عليكم.